بدنا نحكي عن شغلة جميلة جدا اللي هي الدوري الإيطالي، اللي في وقت من الأوقات دييغو أرماندو مارادونا أطلق عليها لقب جنة كرة القدم إيطاليا. الدوري الإيطالي بالثمانينات والتسعينات كان ناري جد، أحلى دوري بالعالم. كارلو أنشيلوتي، بجوز مش كثير ناس تعرف هاي المعلومة، بس كارلو أنشيلوتي كان واحد من الفريق التدريبي للمنتخب الإيطالي، كان مساعد قبل ما يصير مدرب طبعا بعدين. اكتشفوا إنه في نوادي إيطالية مثل يوفنتوس، مثل ريجينا، اي سي ميلان، كان في كوربشن، فساد مع الحكام. أهلا وسهلا بكل المتابعين بحلقة جديدة من شوط الجماهير. عمار، شو الأخبار؟ هلا. شو هالحلقة الحلوة هاي؟ يعني عم نحاول لسه قلت لي كنتك تسوي الترانسفورميشن، هذا الورك اوت بلشت؟ لا، يوم الأحد بلشها. كل شوي بتمدها انت. كان المفروض الخميس. لا، بلشت بالوجبات هاي البلان. نزلت يعني 2 كيلو حلوين بسنة ونص. ممتاز. صار على هوا سنة. لا ببلش يوم الأحد. سؤال إلك سريع قبل ما ندخل على الموضوع طويل. شو بتاكل انت لما تحضر مباريات؟ أعطيني 3 وجبات الواحد يعني باكلها لما او مهمة، مش مهمة، انه حلو تاكلها وانت بتحضر المباراة. انت عارف اشي، انا بحب اكل قبل المباراة. ليه؟ عشان تركز على المباراة يعني. ليش جد بحكي ما بعرف اكل. تحضر حالك عشان ما يغمى عليك. لازم في اكل بالجسم يكون. بس عادة يعني بفضل فقرة الاكل تخلص قبل المباراة. مع المباراة عادي يعني ممكن هيك أشياء خفيفة، إنه بوب كورن ولا تشيبس ولا ناتس، بس بشكل عام بحب الأكل كله قبل المباراة. عندك بروجرام يعني كامل؟ ولا طبعا شو سهرة. أنت؟ أنا بحب معلم دبس، هيك تغميس، دبس الرمان. شو دمك خفيفة. اليوم شو بدنا نحكي محمود؟ والله شوف، في بدنا نحكي عن شغلة جميلة جدا اللي هي الدوري الإيطالي، اللي في وقت من الأوقات دييغو أرماندو مارادونا أطلق عليها لقب جنة كرة القدم إيطاليا. بس قبل ما نحكي عن إيطاليا، كالعادة إحنا بنسجل حلقات وبينزلوا بعد وقت، بس اللي بدنا نحكيه هلأ من هون لحد ما تنتشر الحلقة بجوز ما يكون أخبار، لكن إشي مهم نحكي عنه. يورغن كلوب أو ييغن زي ما بيحكوا عنه أهل ليفربول، أعلن أنه حيترك ليفربول في نهاية الموسم. مين بترشح ياخد مكانه؟ مورينيو. يعني نووي مستحيل. لا، مورينيو أصلا في إشاعات أنه بده يروح على برشلونة، نشوف إذا بتصير ولا لا. ما في مستحيل. في طلع على طيارة ورايحة برشلونة هلا. أي واحد راح برشلونة يدرب برشلونة؟ لا، هيك هو إشاعات. الأخبار اللي بتنحكى كمان عن نابولي باي ذا واي، دي لورنتي، مع انه الثلاث انديه هدول وبايرن الرابع حكوا لو بدنا يدربنا الجرود ولا مورينيو بدربنا. مستحيل نخلي جوزيه مورينيو. طيب مين بترشح بليفربول يدرب؟ مين يدرب ليفربول؟ مين اصلا فاضي هلا؟ عندك انا الاسم الاول المرشح تشابي الونسو. مع باير ليفركوزن، لعب مع ليفربول. بروح انا عندي شعور تشابي الونسو اذا دان ديل. اشوف بما انه ستيفن جيرارد تعبان. لا انسى ستيفن جيرارد. بما انه أنشيلوتي ضايل بريال مدريد. لو ما كان ضايل كان بقول لك يمكن لا، بس لانه ضايل اظن جابي الونسو اكثر، يعني اظن احسن مرشح لليفربول. طب لو انت محل تشابي الونسو، ليفربول ولا ريال مدريد؟ هلا يعني مين بتفضل تدرب؟ مين ليفربول. ليه؟ لانه في ضغط اقل. ثانيا تاخذ خبره، بعدها بتروح على ريال. الله عليك. هيك يعني انا لما ليفربول يجولي قلت لهم ماشي، بعدين ريال مدريد. طيب الموضوع مثير للاهتمام، بدنا نحكي عنه بجوز بوقت آخر، بس آخر سؤال قبل ما نرجع على الدوري الإيطالي. بما أنه حكينا عن المدربين وإلى آخره، مورينيو تمت إقالته من روما بعد سلسلة هزائم وسلسلة مستوى خلينا نحكي متدهور في الفترة الأخيرة. هل تتوقع أنه مورينيو انتهى زمنه في كرة القدم؟ هو ولا قاعدة ال3 سنين هاي بتاعته؟ دائما هو السنة الثالثة بصير سيء. أظن خلص ستايله ما تطور، الستايل تاعه
كثير من الناس اللي بتحب مورينيو حتزعل لا منه. يزعلوا، شو أعملهم أنا؟ إيه؟ ما تطور. شوف لل2000 بعد لما انضم لمانشستر يونايتد بعديها خلص يعني صار. تعرف شو المشكلة؟ ايش؟ انه كتير ناس يعني مع احترامي لك بتفلسفوا بكرة القدم انه لازم تتطور. معلش خليني اشرح لك شيء بس لا اقول لك ليش فلسفة. ان كرة القدم مش اختراع صواريخ، لا مش مش علم ذرة، بس المباراة بتتغير. انا على عيني وراسي. بس بنفس الوقت بدك تقنعني مثلا انه اللي عمله مثلا جوارديولا انه اخترع كرة القدم. عمي يا حبيبي يا عيوني، لما يكون عندك مليارات او مئات الملايين غالبا 8 من 10 مرات او 9 من 10 مرات رح تعمل منيح. فخلينا نكون واقعيين. أنشيلوتي راح على إيفرتون، شو بتتوقع يعمل أنشيلوتي بإيفرتون؟ ما عملش إشي. أنشيلوتي درب نابولي، شو بتتوقع يعمل مع نابولي؟ ما عملش إشي. صح؟ طيب. فأنا فكرتي ما في إشي اسمه أوكي تطور التكتيك في كرة القدم. يعني عم بقول لك بنحس إنه زي كأنه كرة القدم علم صواريخ. لا مش قصة علم. شو التطور اللي ما تطوره يعني؟ شوف طلع على NBA مثلا. أوكي. قارن NBA بال2010 وبعديها ومن قبل. كل حدا بشوت ثريات قاعد من نص الملعب وفش السنتر. هلا بطل في مركز السنتر، كلها تغيرت اللعبة. فإذا قاعد عم جايب لي مدرب لسه عم بدرب زي كأنه عم بيلعب مع مايكل جوردن بالتسعينات، لا ما حيزبط. بس ما هو أنت برضو ما بتقدر تحكي إنه مدرب زي جوزيه مورينيو إنه مش من السبعينات جاي كمان. لا. يعني كرة القدم من السبعينات لليوم ما ماشي. بقول لك تطورت، كان لا فيها الليبرو. لا بس شو التطور اللي ما واكبه؟ لا شوف يعني وات از هي ميسنج. بس انت مش فاهم. انا اللي بحكيه بقى فلوس اللي ناقصه بس. الان بي اي خلال 10 سنين تغيرت. طب ماشي، احنا ما بنحكي عن ان بي اي، نحكي عن كرة القدم. حتى كرة مورينيو القدم من 2000. طب بلاش مورينيو، كرة القدم بشكل عام من 2004 اللي هي وقت عز ذروة مورينيو لل 2024 شو المفاهيم الأساسية اللي اختلفت فيها؟ هل 4-3-3 بطلت تزبط؟ السترايكرز بطل. قصة السترايكرز كانوا يلعبوا سترايكرز 2 قدام. بس كل مورينيو أول غير. واحد ماشي. بس مورينيو أول واحد لعب سترايكر وتو وينجرز. طيب اللي هي هلا موجودة. أوكي السترايكر مع تو وينجرز. فأنا لأنه أنت اللي بتحكيه هو مش هجوم عليك بقدر ما هو هجوم على كل الناس، لأنه كثير ناس تحكي اللي أنت بتحكيه. طيب شو يعني ما تطور؟ أنا مش فاهم. ما غير ستايله. شو بده يغير؟ معاملته تو ادابت يتأقلم مع شو اللي تغير؟ مع أشياء جديدة. مع معاملته شخصيا معاملته مع اللعيبة، معاملته يعني. شوف هو محبوب اليحيى. محبوب لأنه في عنده عشق للنادي اللي بيشتغل معاه. عرفت علي؟ شد حيله وهيك. بس بعديها دائما بخبص آخريتها. مع ريال مدريد صار يتهاوش مع سيرجيو راموس وكاسياس وقلب عليهم. بس مع روما ما كان عنده مشاكل شخصية. لا مع روما بس 9 بالدوري يا زلمة. ماشي. هي أنا هون السؤال، هل لأنه هو تكتيكيا ويا سيدي حتى على مستوى المان مانجمنت، يعني هدول الأهم شيء في أي مدرب في العالم شغلتين. التكتيكال نوليدج أو العلم التكتيكال في التكتيك كرة القدم، ورقم 2 المان مانجمنت علاقته بالناس. هلأ مورينيو زمان كان عنده التنتين سوبر ستار، تمام. هل بتحس إنه بطل عنده التنتين بالمرة؟ ببلش منيح أوليتها، بعدها بصير سيء. هذا طلع عنه سمولينج قاعد بيحكي عنه ببهدله شو عم بيعمل قاعد كان بالنادي. ففي مشكلة. ببلش متحمس وكل حدا بتحمس جاي وببني الفريق وهيك، بعديها السنة الثالثة بعرفش شو بصير، بترك بعديها كل اللعيبة بيقلبوا ضده أنا بحس إنه ستايله مش بس بالتكتيك، ستايله بشخصيته هي مشكلة. أنا بحس طيب أوليتها منيحة بعديها بعرفش شو بصير. هل مثلا شخصية واحد زي سيميوني برضو من النوعية الأجريسيف وعنده هاي العلاقة؟ سيميوني شو اللي خلاه محمي من النادي؟ أنا شايف بس يعني الفرق بين مورينيو وسيميوني إنه سيميوني عنده حماية كاملة من أتلتيكو مدريد. طبعا مش تخفيف من الإنجازات اللي عملها سيميوني عمل إنجازات رائعة. بس تكتيكه بكرة القدم بدك تقنعني يعني إنه الزلمة تطور؟ ما بيلعب بنفس الطريقة من 2004 من 2007 وهي طريقة جيدة، ما عندي انتقاد ضدها. مدافع وقوي وصلب والتحامات وإلى آخره. مورينيو واحدة من أنا بوجهة نظري في بعض الأمور ما خدمته. أول شيء إنه زيادة عن اللزوم بينتقد اللاعبين في بعض الأحيان. ورقم 2 بكل أمانة إنه بآخر 3 جوبز أخذها أو 4 بعد خروجه من تشيلسي للمرة الثانية، خياراته ما كانتش موفقة مع الأندية اللي اشتغل معها، والأندية هاي ما دعمته.
يعني ما كان عنده دعم متكامل من أنديته. كيف يعني؟ يعني مثلا جوارديولا سيتي عندهم ثقة عمياء فيه، واللي بده إياه أوامر. أول سنة شرى كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة التشيلي، ما عجبه. تاني سنة راح جاب إدرسون. جاب مدافع يمين، تاني سنة ما عجبه جاب كايل ووكر. وكل مرة كان يدفع 70 مليون 80 مليون. نادي دعمه بشكل كامل. كونتي لما اجى على توتنهام جابوا له 4 لعيبة أو 5. مورينيو ما حدا جابوا له. يا روما يعني طلعان الروح جاب ديبالا. ليه بيجيبوا له كونتي وغوارديولا بس ما بيجيبوا له مورينيو؟ هو اللي بدفش ما الموضوع. بقول لك انا وجهة نظري طريقة اختياره للأندية وطريقة نقاشه مع الأندية ما كانت موفقة. أنا شايف مثلا فترته مع تشيلسي الأولى كاملة 3 سنين حتى لما انطرد، لأنه انطرد ظلم أنا بقول. وفترته مع انتر ميلان وفترته مع ريال مدريد، الثلاثة ناجحين تماما. صح. مع ريال مدريد حتى الفترة الثالثة كان بالموسم الثالث جيد جدا، وصل نص نهائي دوري الأبطال، وصل نهائي كاس اسبانيا. هو اللي كسر وكسر جوارديولا يعني. بس بعدين وراح تشيلسي ورجع فاز بالدوري مرة تانية. بس بالأخير بتحس إنه آخر يعني انتقاله ليونايتد ما أخذ دعم كافي، راح توتنهام ما أخذ دعم كافي، بالأخير راح على روما ومش قادر يشتري لعيبة. يعني جاب ديبالا ولوكاكو والتنين بيعملوا منيح نسبيا، كل مرة ما بيلعبوا أو بنصابوا الفريق تبعه تعبان. بدي أشوف شو بدهم يعملوا هلأ روما بعديه. نشوف. بما أنه عم نحكي عن روما. والدوري الإيطالي الدوري الإيطالي بالثمانينات والتسعينات كان ناري جد، يعني أحلى دوري بالعالم. أنا بقول حتى لغاية 2006 2005 2006 كان دائما من الأول أو الثاني على مستوى أوروبا. يعني مع الدوري الإنجليزي والإسباني هم هدول الثلاثة. هم الثلاثة كانوا. بس الثمانينات التسعينات بالذات، وأول الألفينات معك حق. الثمانينات التسعينات يعني عندك حتى لحد 2003. أعطيني أسامي كانوا بيلعبوا بالثمانينات. شوف فان باستن مثلا، يعني أنت فكر مارادونا فيها. أنت فكر فيها كالتالي: كل أبطال العالم والنجوم العالميين في الثمانينات كانوا بيلعبوا الدوري الإيطالي 100%. يعني عندك مين بطل العالم بال82 كان إيطاليا. فكل أكيد يعني كل لعيبة المنتخب الإيطالي حيكونوا بيلعبوا الدوري الإيطالي. وكأس العالم في إيطاليا بال90. أبطال أوروبا بال88 كانوا هولندا، خولت رايكارد وفان باستن بيلعبوا بإيطاليا. بطل كأس العالم 1990 منتخب الألماني لوتر ماتايوس وبريمي بيلعبوا بإيطاليا. صح. دييغو أرماندو مارادونا نجم العالم كان يلعب في الدوري الإيطالي. باتستوتا، زيدان بالتسعينات يعني مع يوفنتوس. بدي أحكي لسه بالثمانينات حتى. الثمانينات والتسعينات كلها يعني مش معقول. فريق اي سي ميلان كان خولت رايكارد بدك إياه، كان فريق ممتاز. هذا مش معقول. هو يمكن بعد برشلونة 2009 2010 رقم 2 كنادي. مش لهالدرجة. أقول لك ليه. خلينا أقول لك ليه. إذا بدنا نحكي عن الدوري الإيطالي بالثمانينات وإلى آخره، لأنه اي سي ميلان كان دوميننت في دوري الأبطال، فاز مرتين ورا بعض 89 و90. بس إذا بتلاحظ بهاي السنة بالفترة 88 لل90 3 مواسم هدول أخذوا الدوري الإيطالي مرة واحدة. كانت المنافسة عالية جدا وما كانوا دوميننت زي برشلونة. ما كان عندهم سيطرة متكاملة على الكرة الإيطالية زي برشلونة ما كان عندهم سيطرة على الإسبانية. لأنه بالموسم 88 هم فازوا بالدوري. 89 فاز إذا لم تخني الذاكرة انتر ميلان مع بريمي ولوتر ماتايوس. وبال90 إذا أنا مش غلطان نابولي، يا إما 89 أو 90. فالمهم يعني بال3 سنين فازوا مرة واحدة ميلان بهدول ال3 سنين اللي كانوا فيهم مولعين. ممكن أكون لخبطت بالترتيب بال89 وال90 بين انتر وبين نابولي. بس غالبا إنه 90 نابولي أخذوا الدوري و89 أخذوا انتر. فاللي عم بحاول أحكيه إنه ميلان مع إنه كان فريق رائع جدا وكان مسيطر على أوروبا بشكل أو بآخر بهاي الفترة، إلا إنه محليا، وهي دليل إنه الدوري الإيطالي عظيم وعظيم جدا، ما قدروا يسيطروا عليه سيطرة كاملة إطلاقا. ما كان في فريق سيطر على الدوري الإيطالي لعدة سنوات ورا بعض. وفترة الثمانينات، خلينا نبلش من الثمانينات وبعدين ننتقل شوي. فترة الثمانينات كان فيها يوفنتوس في النصف الأول من الثمانينات هو الفريق المسيطر بقيادة بجوز أول مدرب مشهور، أنا بعتبره أول مدرب نجم، جوفاني تراباتوني. جوفاني تراباتوني معروف أنه هو أكثر مدرب إيطالي فاز بالدوري الإيطالي، بجوز مع ماسيميليانو أليجري في المركز الثاني. بس جوفاني تراباتوني
قاد يوفنتوس الى الفوز بالدوري الايطالي باكثر من مناسبه، كان مع ميشيل بلاتيني اول نجم بيجي على الدوري الايطالي من برا ايطاليا. بلاش اول، من اوائل النجوم، خلينا نحكي بالثمانينات ميشيل بلاتيني، واخذ مع يوفنتوس بالون دور، فازوا بدوري الابطال، غلبوا ليفربول بالمباراه النهائيه. بعدين صارت عندنا سطوع نجم ميلان مع طبعا بيرلسكوني و شو كان اسمه الأصلع؟ جالياني وبرلسكوني، وجابوا واحد بجوز على، انت قبل شوي كنا نحكي عن تطور كرة القدم، جابوا مدرب بجوز هو أحد المدربين اللي عمل نقلة مختلفة في عالم التدريب، أريغو ساكي. وأريغو ساكي هو المعلم الرئيسي لمين؟ كارلو أنشيلوتي. لأنه أريغو ساكي كارلو أنشيلوتي كان لاعب. كارلو أنشيلوتي كمان بقول لك لا، لسه كارلو أنشيلوتي كان لاعب في ميلان. بعدين صار مساعد لأريغو ساكي في منتخب إيطاليا بال94 لما إيطاليا وصلت النهائي. كان كارلو أنشيلوتي، مش كثير ناس تعرف هاي المعلومة، بس كارلو أنشيلوتي كان واحد من الفريق التدريبي للمنتخب الإيطالي، كان مساعد قبل ما يصير مدرب طبعا بعدين. فإيطاليا في نهاية الثمانينات قدمت للعالم كرة قدم جميلة جدا، وكان دائما الملاعب مليئة، وكان دائما فيها نجوم، وكانت زي كأنك عم تحضر مسرحية. باجيو في بداية انطلاقته كان رائع. كان في عندك فرق ممتازة يعني أصلا أنا بس أتذكر وتنوع الفرق حلو، بس أتذكر انسى النوادي، بس أتذكر كؤوس العالم 90 94 كله عن 90 عملوها بإيطاليا. 94 كان نهائي إيطاليا البرازيل، كلهم نجوم وايكونز من الدوري الإيطالي. حتى 98 إذا بتفكر فيها، 98 منتخب الفرنسي، زيدان، دوشون، تورام، كل هدول لعيبه كانوا بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس. وبعدها لما تدخل التسعينات عندك ديل بيرو وتوتي لما صاروا دخل. يعني هلا مثلا بس مقارنة لهلا، انت لما تحكي التسعينات بسهولة بتحكي أسامي. هلا صح، بس بجوز شوي في طبعا حنحكي عن فترة ضياع بين قوسين كرة القدم الإيطالية. بس بدنا هيك قبل ما ننتقل من الثمانينات والتسعينات للفترة الضياع اللي انت حتحكي لنا عنها، بس بدي احكي هيك سريعا. هاي الفترة كمان شهدت أفضل مدربين في العالم. يعني زي ما قلت لك، جيفاني تراباتوني في النصف الأول من الثمانينات، أريغو ساكي في النصف الثاني من الثمانينات. رجع جيفاني تراباتوني، فاز بعد ما فاز مع يوفنتوس 6 مرات بالدوري، وفاز معهم بالتشامبيونز ليج. رجع على انتر، فاز مع انتر بالدوري الإيطالي بال89. بعدين عندك أريغو ساكي، بعدين فابيو كابيلو 3-4 سنين بالتسعينات، بعدين مارتشيلو ليبي، بعدين فابيو يعني فحتى نجوم من ناحية التدريب في الدوري الإيطالي كان في أسماء رائعة. وأنا بالنسبة لي أحسن مدربين في العالم لغاية اليوم طليان. أنا بالنسبة لي أكتر ناس بفهموا في عندك السلكشن كتير كبيرة، لو بفهموا تاكتيكال. يعني حتى جوارديولا لعب 3 سنين في إيطاليا، لعب مع بريشيا ومع روما. بقول لك أنا تعلمت كتير من التاكتيكال نوليدج تبعتي في إيطاليا. بالتسعينات 13 كؤوس أوروبية بين السيري نوادي السيري 6 وورلد ريكورد ترانسفيرز، 6 تنقلات عالمية، و6 بالندور وينرز، فائزين بالندورز بالتسعينات من السيري. فبفرجيك قد ايه يعني عن جد كان. شو كان فريقك المفضل وانت صغير؟ طول عمرك مدريد ولا كان عندك فريق؟ تعرف هذا كنت احكي لك يا كنت احب يوفنتوس انا بالتسعينات مع ديل بييرو انزاغي قبل ما يروح على. كنت تحب انزاغي؟ كنت احب انزاغي. انت وامه بس اللي بتحبوه. كنت هذاك لسه عم بدور. تعرف يوهان كرويف شو حكى لك على انزاغي؟ شو بقول لك بحياتي اضعف لاعب في العالم. هذا صحيح كلامه، وبجيب جوال كان بس بجيب جوال. هذا بس حطه قدام الجول، بس خلك هيك، بس حط لك اجر هيك. فهاي الفترة بين ال10 سنين 89 ل 99 بيحكوا لك 10 different Serie A clubs occupied nearly half places in the finals of the Champions League. وصلوا نهائي دوري الأبطال لعدة مرات. تعرف في على هاي الملاحظة 10 different، كل 10 غير نوادي مفهوم. كانوا بالفينالي. تعرف شو البطولات الأوروبية؟ بس تعرف شو عمار المعلومة اللي كتير تفاجأت منها؟ عم بعمل ريسيرش خفيف. يوفنتوس كم مرة وصل لنهائي دوري الأبطال؟ عندك هيك ارمي لك رقم بس، حاول قدر. هي صعبة بس كمان شوي حنلعب لعبة الأسئلة. بس كم مرة بتوقع يوفنتوس وصل نهائي؟ 7 9 وفاز بس مرتين. يوفنتوس. فهاي يعني ملحوظة مهمة. ميلان وصل 11 مرة، فاز ب7. وإنتر وصل 5 وفاز 3.
فالفرق الإيطالية دائما بتوصل على النهائي. وزي ما حكينا إنه أنت بتتذكر حتى ألعاب الأركيدز. وأول ما شفنا الفيديو جيمز كان دائما في 3 فرق كل حدا يختارهم. لا الأبيض، لا غير المنتخبات. أبيض وأسود اللي هو يوفنتوس، أزرق وأسود اللي هو إنتر، صح. وأحمر وأسود اللي هو ميلان. صح. كانت بجوز هاي ال3 فرق بالإضافة لريال مدريد وبرشلونة عشان التاريخ تبعهم هم أهم فرق في أوروبا طول عمرهم. صحيح. فخلينا نخش بالألفينات وبداية لحظات يمكن تدهور، مش تدهور بس في هيك لحظات ساينز، عرفت علي، إنه بداية تدهور الدوري الإيطالي. أول واحدة بما أنه بس بالألفينات، في كان 2006 فاز كأس العالم إيطاليا. لا، وبال 2010 فاز إنتر ميلان بالتشامبيونز ليج والثلاثية مع مورينيو. بال 2003 وصلوا النهائي ميلان يوفنتوس. صح. فلسه كان ممتاز. بس شو صار بال 2006؟ كالتشوبولي اللي هو لما اكتشفوا انه في نوادي ايطاليه مثل يوفنتوس، مثل ريجينا، اي سي ميلان، كان في كوربشن مع فساد مع الحكام. اول شيء يوفنتوس طبعا تم يعملوا له ريليجيشن ونزلوا للدرجه الثانيه. في 6 نوادي، هو 6 ولا 5 كانت فضيحة. ريجينا عندك وعندك نابولي وعندك هدول كلهم تأثروا لأنه كمان حطوا عليهم كانوا لازم يدفعوا غرامات على هذا الحكي. ونزل مستوى مش نزل مستوى، صار في عليه هيك زي نقطة سوداء على الدوري. وهي بداية شوي اللي هو تدهور على القليلة المنظر تاع الدوري. يعني إذا بدي أعلق على هذا الموضوع، إذا بدك تفكر فيها من 2000 لل 2010، أنت عندك عدد المرات اللي فرق إيطالية وصلت لنهائي دوري الأبطال أو شو بيسموها نافست في دوري الأبطال. كان لسه الدوري الإيطالي فيه نفس. يعني أنت بال 2003 قلنا نهائي ميلان يوفنتوس، ميلان وصل 2005 مرة تانية النهائي، خسر مع ليفربول. وصلوا 2007 إذا بتتذكر فازوا بال 2007 وبال 2010 فاز إنتر ميلان، وكان لسه في نجوم كتير. يعني إنتر كان عندهم أدريانو، زلاتان إبراهيموفيتش، سامويل، أسماء نارية. يوفنتوس كان عندهم برضو أسماء نارية، تريزيجيه، ديل بييرو. اي سي ميلان يا سلام، ستام، سيدورف، مالديني. فالأسماء كانت لسه ممتازة. obviously كالتشيوبولي ضربت الموضوع. بس أنا اللي شايفه كمان أثر على الدوري الإيطالي أكتر 3 أشياء، أو بدنا نحكي شغلتين، هم 3 أشياء، شغلتين أو 3 أشياء. رقم 1، ما صار في على قصة مواكبة التطور، ما صار في مواكبة التطور بليفل الانترتينمنت. يعني بداية الملاعب كلها قديمة، الانفراستراكشر تاع كل الدوري كان ما استثمروا فلوس ليحسنوا من مستوى الملاعب. يعني دالي ألبي اللي هو ملعب يوفنتوس قبل ما ينتقلوا على الملعب الجديد، يعني بدك تكون بالشايف الكرة قد ما انت بعيد عن الملعب. صح. سانسيرو زي ما هو من السبعينات، من الثمانينات بلاش السبعينات، واحد من أعظم الملاعب، بس ما تطور كتير. وبنفس الوقت الدوري الإيطالي سبقوا الدوري الإنجليزي من ناحية موضوع التي في رايتس. فالدوري الإيطالي ما استغل فكرة التي في رايتس ليستثمر بالمنتج وليحسن منه. فصار عندك العدد المتفرجين اللي يجوا يحضروا المباريات أقل، صار الدخل تبع الأندية أقل، وبطلوا يقدروا ينافسوا الأندية الإنجليزية، وبالتالي بطلوا يقدروا يجذبوا النجوم. بعدها لما اجوا المالكين الجداد للنوادي، ماسيمو موريتي ترك وبيرلسكوني ترك. صار بطل في هاي في مشكلة كبيرة مش بس بإيطاليا، حتى بالنوادي التانيين زي مثلا إنجلترا، مانشستر يونايتد، الأونرز لما يجوا ناس مش كتير مهتمين بالنادي والكالتشر تاع كرة القدم ومركزين بس عشان البروفيتابيليتي، بصير تدهور بالنادي نفسه. مانشستر يونايتد بقول لك كريستيانو رونالدو الجاكوزي له 40 سنة يا زلمة، ولا 20 سنة. فمش مركزين على هاي الشغلات، وكتير مهمة هاي الشغلات، الانفراستراكشر تاع النادي، الايمج تاع النادي، التي في رايتس وهيك. فمس مانجمنت للانفستمنت، للمصاريف
ركزوا عليها بمناطق غلط وخاطئة، يرفع بدل ما يرفع الدوري نزلوا من المستوى. واكبر دليل على كلامك انه موضوع الفضائح الكرويه لا زالت مستمره. يعني السنه الماضيه يوفنتوس خصموا منهم 10 نقاط عشان تلاعبوا بالنتائج تبعت النادي من ناحيه النتائج الاقتصاديه. فزي ما انت قلت المسيري كره القدم في ايطاليا عليهم ضغط هلا، لانه بصراحه عليهم ضغط عشان بلشنا نشوف تحسن. يعني السنه الماضيه اللي هو موسم 2022 23 3 فرق وصلت نصف نهائي دوري الأبطال. نابولي، اي سي ميلان، انتر. فممكن كانت تكون سنة تحول. فهلأ في ضغط على الأندية الإيطالية إنها ترجع تعمل اللي لازم تعمله، لأنه مستوى الدوري الإيطالي صار جميل. يعني هلأ عم نتابع الدوري الإيطالي على ستارز بلاي وعلى أبو ظبي الرياضية. بصراحة المنتج جميل، الاستوديوهات حلوة، المعلقين جميلين، مستوى كرة قدم شيق، الجماهير العاشقة لكرة القدم الإيطالية دائما موجودة في الملاعب. نابولي فل، السانسيرو فل، ملعب أولمبيكو في روما فل، سواء روما أو لاتسيو. فبتمنى أنه كرة القدم الإيطالية ترجع تكون من أهم دوريين. بس في عندك مشكلتين تانية. يعني أول مشكلة عندك قصة الألتراز، مشكلة كبيرة هاي، اللي هم المشجعين الجايين بس عشان بلطجة وعنصرية وهيك، عم بخربوا كتير. بس عمار بدي أحكي لك شيء، معلش هاي النقطة مهمة. ما في أسوأ من الهوليجنز بالثمانينات، صح؟ وكانت مصيبة لإنجلترا، انحرموا يلعبوا في البطولات الأوروبية. بس طلع اليوم الدوري الإنجليزي العائلات كلها بتروح تحضر مباريات في الملعب. تغير. فهاي الشغله ممكن بس في بيحكوا لك هلا ما هاي، طب ما هو لازم يركزوا عليها، لانه صح. هلا العائلات ما عم بتروح حسب الملعب. يعني روما مثلا في يعني واحده من الاشياء الكويسه اللي عملها مورينيو، مش كتير هي على العموم، بس في روما انه 3 سنين ورا بعض او 2.5 سنين ورا بعض دائما الملعب فل، ودائما كله عائلات وسيدات واطفال. لازم التضبيط هاي، يعني هاي نقطه مهمه. فمعك حق. في إشي تاني، بس ما كان في أسوأ من الهوليجنز وعالجوها الإنجليز. فلازم يعالجوها. تاني إشي، إيطاليا هلا إمتى آخر مرة راحوا كأس العالم؟ بس فازوا بطولة أوروبا. طيب ماشي، بس 2018 ما كانوا بكأس العالم. آخر كأس العالم فيش فريق زي ما كانوا الفرق من قبل. فيش. لا أنا يعني بختلف معك على مستوى الدولي. المنتخب الإيطالي بصراحة كأس العالم الماضي انسى 2018، لأنه بال 2018 طلعوا على مع السويد بالبلاي أوفس. طيب بس كأس العالم الماضية جنون كيف ما تأهلوا. يعني في مش عدم توفيق بقدر ما هو رعوني. يعني فرقت معهم على بلنتي جورجينيو اللي هو مش أصلا إيطالي. كل حدا ببعث لنا مسجز على هذيك اليوم على التعليقات، يا جماعة خير جورجينيو مش إيطالي. ولا من وين؟ شو برازيلي يا زلمة، امبارح اجى من كوبا كابانا. شو دخلني يعني؟ بالوتيلي مش إيطالي؟ لا بالوتيلي إيطالي أكتر من جورجينيو لأنه بالوتيلي راح إيطاليا وهو صغير. جورجينيو إجا أول امبارح. فالمهم اللي بحكيه إنه إيطاليا لعبوا في آخر مباراة في دوري المجموعات مع سويسرا. تعادلوا مرتين وطلعوا واضطروا يلعبوا البلاي أوفس، لأنه تعادلوا مرتين مع سويسرا، خسروا بفارق الأهداف. طب شو أعملهم؟ فالقصد أنا معك بس القصدي إنه المنتخب الإيطالي فاز بكأس أوروبا وطلع مش صدفة ولا معجزة، يعني طلع بعدم توفيق كبير. لأنه لو جورجينيو جاب البلنتي بآخر دقيقة كان تأهل. ماشي. فمش فريق ضعيف قصدي. المنتخب مش ضعف. لسه احنا من قبل هذا ما بنحكي فيه الحكي. دائما كان بكل كأس عالم وكل كان أوروبا ويوصل هاي. هلا عم نحكي عادين بس على بنالتي ومع بنالتي. بس تعرف شيء عمار، كرة القدم الدولية الانترناشنال فوتبول تغيرت كلية. يعني طلع احنا هلا عم نسجل خلال كأس آسيا وكأس أفريقيا، عم تشوف نتائج كأس أفريقيا. جنون. جنون. موريتانيا بتغلب الجزائر، وموزمبيق تتعادل مع مصر، وتونس طلعت من الدور الأول. واسمع بآسيا الأردن تعادلت مع كوريا، وفلسطين فكرك المدرب لازم يتأقلم على تغيير المباراة الدولية، بالمباريات الدولية لازم يغير التكتيك تاعه. أنا مش شايف إنه موضوع التكتيك بقدر ما هو كل المنتخبات هلأ صارت تطورت، بطل في منتخبات ضعيفة. عم بحاول أمقلبك بقصة مورينيو يعني. لا أنا عم بحاول أقول لك إياه إنه بطل في منتخبات ضعيفة. يعني اليوم إذا بتقول لي بكرة هيلعبوا سويسرا والبرازيل، ما يعني حتكون متقاربة جدا أكتر من الناس تتخيل. باي ذا واي يعني صحيح. ما في حدا دوميننت في كرة القدم الدولية. الوحيدين اللي دوميننت فرنسا. يعني الأرجنتين فازوا كأس العالم وعندهم مش نجوم، صح؟
ميسي يعني. لا ميسي فيش عندهم نجم لا ميسي بس. لا. فانت بتفكر فيها كرة القدم الدولية بطلت زي زمان انه ايطاليا لازم توصل نهائي كل مرة. اليوم المغرب وصلت نص نهائي كأس العالم صح؟ فانا اللي شايفه انه في بارادايم شيفت في كرة القدم الدولية، وحنشوف بكأس آسيا. عندي شعور انه البطل هاي المرة ما راح يكون واحد من الاسماء الكلاسيكية. طب سؤال اخير إلك، سؤالين. السؤال الاول، عم بتحسن الدوري الايطالي، والسؤال الثاني اذا لسه مش واصل لهذا المستوى ايش 3 اشياء لازم يضبطها عشان يوصل للمستوى القديم. رقم 1 كرة القدم الإيطالية عم تتحسن بكل تأكيد. أوكي. وعم نشوف هلأ فرق أوروبية، فرق إيطالية عم تلعب في الأدوار المتقدمة في دوري الأبطال. الموسم اللي احنا فيه اليوم مين تأهل على الدور الثاني؟ نابولي إنتر نابولي إنتر، ومين الفريق الثالث؟ لاتسيو. هدول تأهلوا للدور الثاني. لاتسيو تأهل ولا لا؟ بتوقع تأهل لللاست 16. إذا ما تأهل مش مشكلة، بس في عندك نابولي وإنتر. السنة الماضية شفنا 3 في نص النهائي، شفنا إنتر بالفاينل، وشفنا روما في نهائي اليوروبا ليج. فعم نشوف كرة القدم الإيطالية عم ترجع على المستوى الأوروبي، وهذا شيء إيجابي. رقم 2 عم نشوف نجوم شباب، رافائيل لياو في AC ميلان. عم نشوف إنتر ميلان عندهم نجوم جيدين يعني في كل الخطوط. لوتارو باستوني في الدفاع. عم نشوف لعيب صغار في روما زي بوفي، لاعب ممتاز جدا. يوفنتوس عندهم بعض الأسماء الجميلة أيضا. شو اسمه هذا تاع نابولي مش عارفين نحكي اسمه دايما. كفارة تسخلية. فكفارة كمان عم بيكون بيلعب مع نابولي. أوسيمين، مع انه أوسيمين حكى انه بجوز يترك الدوري الإيطالي. ففي عندك نجوم شباب لازم يزودوهم. اوكي. واخر جزئية اللي سألتني عنها اللي هي شو لازم يعملوا، صح؟ شيء قلت لي شو لازم يطوروا فيه، يضبطوا فيه. يعني بتخيل كل الأندية لازم تشتغل على موضوع الانفراستراكشر، ومن ناحية البث والإنتاج والآخره لازم يفتحوا المجال لصناع المحتوى اللي حيشجعوا الدوري الإيطالي. عرفت كيف؟ يعني أنت اليوم مثلا واحدة من الأشياء اللي الدنيا اختلف فيها العالم الإعلامي إنه بطلنا نحضر كرة القدم بس على محطات البث العادية. وشفنا إنه الدوري الإيطالي مثلا في منطقتنا هلا عم بيجي على منصة زي ستارز بلاي، كان على يوتيوب السنة الماضية، هاي السنة على ستارز بلاي. فسواء عندنا في الريجن أو في مناطق أخرى لازم يعملوا انتجريشن لصناع المحتوى، سواء كان بودكاسترز زي وزيك، ناس سوشيال ميديا بتروح تحضر المباريات، بتعمل بث. فهاي الشغلة راح تعزز من البراند تبع الدوري الإيطالي، وراح ترجعه على الفور فرونت أو في تفكير المتابعين للدوري الإيطالي. طب المرة الجاية يلبسنا قميص AC ميلان موت. مكتوب شو كان مكتوب عليها تبعت AC ميلان؟ أوبل، تتذكر؟ طيب مين راح يفوز بالدوري الإيطالي هاي السنة؟ إنتر. أنا عندي شعور يوفنتوس سيعود هذا الموسم. فكرك؟ يعني إنتر ويوفنتوس هم فريقين جيدين جدا، وأنا عندي شعور يوفنتوس راح يعملوها. ماسيميليانو أليجري. منشوف. عمار، حلقة جميلة جدا، شكرا على اختيارك لهذا الموضوع الهام وهو الدوري الإيطالي. على أمل لقائك في حلقة أخرى إن شاء الله. مع السلامة. باي باي.